ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة تاني فيديو من قناة ملك النقلة. قبل ما نبتدي نعرض المباراة دي متنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يجيلكوا أي فيديو جديد. المباراة دي لعبتها من فترة ولعبتها بتسعة وتمانين وتلاتة من عشرة. كانت مباراة حلوة فيلا نعرضها. أول نقلة لعبتها هي E4، لعب عليها E5، رحت لاعب نايت F3، راح لاعب نايت C6، رحت لاعب D4. افتح السكوتش جيم، افتح السكوتش. فبعد كده هو أكل بيدق في بيدق، رحت أنا واكل بالحصان. هنا بقى في تفريعات كتير، مثلا زي ممكن ياكل حصان في حصان وانا اكل بالوزير. وبعد كده في ناس ساعات بتلعب C5، اروح راجع كوين D3. وفي كمان بعد دي في ناس بتلعب نايت هنا، نايت اف 6. فانا هاكل حصان في حصان، بعد كده اكل بالبيدق ده او اكل بالبيدق ده. بس لو اكلت بالبيدق ده هكسر الوزيرين في بعض وهتخسر التبيت. وراح بس هو بقى في الجيم لعب كوين اف 6 نقلة بوك برضو. رحت انا بعديها مكسر حصان في حصان. راح هنا بقى هو لعب نقلة ميستيك وهو اكل او هي مش نقلة غير دقيقة، اكل بالوزير في السي 6. رحت انا لاعب نايت سي 3، راح هو لاعب بيشوب سي 5، ودي كانت نقلة ميستيك. افضل نقلة هنا المفروض يربطني بيشوب بي 4، يربط الحصان. وافضل نقلة هنا في الموقف ده العب كوين دي 4، ضغط على الفيل وضغط على البيدق اللي في جي 7. ولو كسر اكل بالبيدق. لكن بعد كده انا لعبت كوين جي 4. دي ضيعت النقلة اللي هو كان بيقول الانجن بيقول عليها اللي هي نايت دي 5. انا فكرتي ضغط على البيدق اللي في جي 7. راح هو لاعب كوين اف 6. كوين اف 6 هنا ضيعت برضو نقلة اللي هي ينتشر عليا بتيمبو. بس لو انا كنت اكلت البيدق بعد كده ممكن ادخله في مشاكل، بس عادي هيلعب لي روك جي 8 والحصان محمي بالوزير اللي كان هنا. رحت بقى كان لاعب اف 3. اف 3 مش احسن نقلة، بس ليه بقى؟ عشان هو بعد كده لاعب بيست موف على الانجن اللي هي جي 6. هات الوزير. رحت انا حاطط الوزير في وش الوزير، بقول له تعالى كسر واكل بالفيل وبعد كده اعرف ابيت. راح هو لاعب نقلة ميستيك وهي بيشوب دي 4. بيشوب دي 4 خلتني هو المفروض هنا كنت العب نايت على طول، بس انا كسرت وزير في وزير. بعد كده اكل بالنايت ورحت حامل حصان بالبيشوب. راح هو لاعب بيشوب اي 6. رحت انا مبيت. وبعد كده راح لاعب A6. فكرة طبعا لا ما نطش بالحصان هنا بطالب فرق. فرحت انا لاعب نايت E2 بيست موف، بقول له هات الفيل. راح رجع بالفيل في اخر الدنيا في الاي 7. رحت لاعب بيشوب جي 5. لغاية دلوقتي يعني مفيش مشاكل في الدور، عادي الدور ماشي. راح هو لاعب بيست موف وهي نايت جي 7. رحت ناطط بالحصان على طول في مربع الدي 4، بقول له هات الفيل او هات واحد من الفيلين. لو كسرت هاكل وبكده خدت منك امتياز الفيلين. او لو اكلت بعد، لو انت ما اكلتش وانا اكلت الفيل اللي في الاي 7، الفيل اللي في الاي 7 مش عارف يتحرك، فانا قلت له اجباري هات فيل من الفيلين. راح بعد كده لعب لي اتش 6، بيقول لي هات الفيل. رحت اول حاجه اكلت الفيل. لو هو اكل الفيل اللي هنا هرجع اكل بالوزير هرجع اكل بالنايت وخدت بيدق. لكن هو هنا اكل بالبيدق. رحت انا راجع في مربع جي 2. فكرتي اللي ممكن احط البيشوب في السي 3. بص على الوتر ده. راح هو مبيت قصير. رحت انا لاعب بيشوب سي 4 بيست موف، ضغط على البيدق ده.
راح هو حاميه بالروك. المفروض كان يحميه بالروك التانية عشان يسيب العمود ده السيمي اوبن فايل للروك دي. رحت انا حاطط الفيل التاني على الوتر التاني والوترين بصين على الملك. راح لاعب بي 5 بيست موف. رحت انا راجع واحدة برضه عشان افضل على الوتر ده. الانجن بيقول لي خليك على الوتر ده، لعب بيشوب اي 2. تمام. راح هو بعد كده لاعب بيشوب بي 4. رحت انا زقيت على طول اتش 5. راح نط بالحصان، قال لي هات الفيل وهات البيضة. رحت انا دافع البيضة الاول بتيمبو، هات البيشوب. راح هو كسر بتشيك. بعد كده اكلت بالبيضة. راح هو مديني تشيك بالفيل في الاي 3. رحت مغطي بالفيل، اكل فيل في فيل، اكلت بالقلعة. ودلوقتي هو لاعب روك دي 8. ممكن فكرته من روك دي 8 اللي هو يدفع البيضة مثلا. رحت انا لاعب بي 4. بي 4 هي بيست موف على الانجن عشان اقوي البيضة اللي في الاي 5. راح هو لاعب روك في السي 8. فكرته ممكن لو يدفع البيضة في سي 5. رحت انا جاوز القلعتين وراح هو لاعب كينج اف 6. رحت انا لاعب روك سي 2. نقلة جيدة. راح هو عامل مستيك وهي كوين او كينج اي 7. رحت انا لاعب روك جي 3. راح هو دافع البيضة فعلا سي 5. رحت انا اكلت بيضة في البيضة، اكل بالبيضة. رحت جاوز القلعتين مع بعض. هنا هو دفع البيضة فرحت مكسر كله في كله. ولعبت نقلة هنا ميستيك وهي كينج سي 2. المفروض بيست موف هنا اللي العب اف 4 عشان ما يلعبليش هو اي 5 ويمنعني من الاف 4 الاف 4. بس هنا هو كمل بي كينج سي 7. رحت انا برضو مكمل بكينج سي 3 ولسه ما شفتش الاف 4. راح هو لاعب برضو مستيك وهي كينج سي 6. رحت لاعب هنا اول نقلة جريت موف في المباراة وهي كينج دي 4. راح اخد مني المقابلة، رحت مديله كش. راح رجع تاني مكانه في السي 6. راح بعد كده لعبت اف 4 بيست موف. راح هو لعب لي جي 6 بيست موف. رحت انا دافع البيضة على طول جي 4. راح هو راجع بالملك كينج سي 7. رحت دافع البيضة اتش 4. راح رجع لي بالملك في السي 6. رحت دافع اتش 5. راح هو اكل بيضة في بيضة، اكلت بالبيضة ولعب بيست موف وهي كينج دي 7. رحت لاعب كينج سي 5. لو دفع البيضة ده هاكله على طول. وعايز اخش في مربع البي 6. راح هو منعني بكينج سي 7. رحت لاعب تاني جريت موف ورجعت تاني. هدفي اللي انا اروح على الجناح ده والعب اف 5 خليه ياكل واعمل بيضة سالك. فهو لاعب كينج سي 6. رحت انا فعلا لاعب كينج اي 4. راح هو لاعب كينج سي 5. رحت انا دافع اف 5. راح اكل بيضة في بيضة، دي كانت ميستيك. اكلت بالكينج وعايز ادفع البيضة اجيب وزير. دفعت، هو دفع البيضة عايز يلحق بس انا اسرع. لعبت كينج اف 6. دفع اكلت اكل. رحت دافع اي 7. دفع دفع البيضة في السي 2. رحت جايب وزير بكش. خلاص هنا بكسب الدور. هو عمل مستيك هنا خلاني اجي اديله كش بالوزير واخد البيضة. وبعد كده هو لاعب كينج بي 7. رحت لاعب كوين بي 3. راح هو لاعب كينج سي 6. رحت مديله كش وخدت البيضة. وبعد كده اديته كش تاني وقعدت ادفع وجبت وزير.
هنا رحت مدي لاعب دي عشان ما يجيليش هنا في المبعد ده، يقعد ينزل لي لتحت واديله مات. فهنا هو لاعب كينج جي 3 اجباري، رحت لاعب هنا كوين بي 4 عشان ما يجيليش ما يجي يطلعليش فوق تاني، يفضل ينزل تحت واديله مات. راح بعد كده لعب لي كينج سي 2، رحت لاعب بيست موف فهي كوين اي 2. طبعا الجيم خلص خلاص. بعد كده هو لعب دي، هنا كان في مات في واحدة مشوفتهاش اللي هي المفروض يبقى كوين دي 2، المفروض اديله مات من هنا، لكن انا كيكا هو كيكا مات خلاص. لعبت كوين اي 3، بعد كده هو انسحب. كان جيم حلو وعملت فيه 5 جريت موف و29 بيست موف، بس عملت 4 نقلات، ضيعت 4 فرص اللي هو منهم جي. وبعد كده لعبت اف 3، معظمهم كانوا في الافتتاح، بس النهايات كان حلو. لعبت الجيم ده بتصنيف 2000. كان جيم حلو استمتعت بيه، يا رب يكون عجبكم. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة، تفعلوا زر الجرس عشان يجيلكوا اي فيديو جديد. واكتبوا لي في الكومنتات عايزين ممكن نبدأ نعمل كورسات في الافتتاحيات، فقولوا لي اي افتتاح انتوا عايزينه في الكومنتات. ونشوفكم في فيديو جديد. سلام.